فيلمنا بيبدأ بطفل اسمه أليكس اللي بيكون مهاجر مع عيلته من أوكرانيا لكندا لأنهم ما قدروش على فلوس العيشة في بلدهم. بعد كده بيروحوا لندن بس برضو الدنيا ما تحسنتش لأنهم ما كانوش قادرين يدفعوا مصاريف الإيجار لغاية ما أم أليكس لقت شغل في بنك وحالتهم المادية اتحسنت، وأمه كانت دايما هي اللي متحملة المسؤولية لأن أبو أليكس كان شخص عديم المسؤولية وبيشرب طول الوقت وبيصرف الفلوس على الخمرة، وعيلة أليكس كانت دايما سايباه في البيت لوحده فكان بيقضي أغلب وقته على الكمبيوتر. وأليكس كان بيتمنى إنه يكون زي ستيف جوبز وبيل جيتس، ودول الناس اللي عملت ثورة من شغلها على الكمبيوتر، وحط الهدف ده قدامه علشان يدخل الجامعة. بس المشكلة إن فلوسهم ما كانتش كفاية، وقرر إنه يشتغل هو ويجيب مصاريفه بنفسه، فاشتغل في مواقع بتكسب فلوس، وده عن طريق إنك تدخل على الموقع وتدوس 1000 دوسة مقابل $20. والشغل كان مرهق جدا، بس دي كانت فرصة أليكس الوحيدة إنه يعمل فلوس. أليكس كان بيخبي الفلوس جوه الكمبيوتر علشان أبوه ما يشوفهمش وياخدهم، وبالرغم من إن الفلوس كانت قليلة على مجهوده إلا إنه ما كانش قدامه حل تاني، وقرر يتعمق أكتر في عالم الفلوس. وراح في يوم يقعد على كافيه وسمع في الأخبار إن في هجوم إلكتروني حصل على بنوك الحكومة عن طريق الدارك ويب، ودي بيقودها واحد اسمه زد كان اسمه متورط في كذا جريمة حول العالم والشرطة مش قادرة توصله. في يوم أليكس بيروح من مدرسته بيلاقي أمه منهارة لأنها اترفدت من شغلها في البنك، وبسبب إن البنك بيملك البيت اللي هم قاعدين فيه، واتبعت لهم جواب تهديد إنهم هياخدوا البيت منها لأنها هتكون عاطلة ومش هتدفع فلوس القسط بتاعت البيت كل شهر. وقتها بيروح أليكس يجيب الفلوس بتاعته وبيقول لها ما تقلقش. بتستغرب أمه هو جاب الفلوس دي كلها منين، وبتكون خايفة يكون سرقهم، بس بيطمنها وبيقول لها إنه كان شغال من الإنترنت والفلوس دي كان بيحوشها علشان جامعته. بعد كده بيدخل أوضته وبيكون متعصب من تصرف البنك، وراح على الكمبيوتر وبحث عن أسرع طريقة ممكن يكسب بيها فلوس. ساعتها افتكر أخبار الدارك ويب اللي سمعها، فبحث عنه ودخل على الموقع وعمل حساب عليه وبدأ يتكلم مع الأدمن. وساعتها الأدمن قال لأليكس إنه لازم يبقى ليه إمكانيات وصول ويبقى جندي عن طريق إنه يعرف حد في الدارك ويب ممكن يدخله الموقع، أو إنه يعمل حاجة خارجة عن القانون زي سرقة بطاقة بنك. وبيجي في دماغ أليكس صاحبه اللي مش بيحبه في المدرسة وبيعمل موقع مزيف للمكملات الغذائية وبيبعت الموقع لصاحبه. في الوقت ده صاحبه بيدخل كل معلومات بطاقة البنك بتاعته على الموقع وبيقدر أليكس إنه يسرقها. بعد كده أليكس بيروح يبعت للأدمن إنه سرق كارت بنك، بس بيلاقي واحد اسمه روزفلد من الدارك ويب هو اللي دخل يتكلم معاه وطلب منه أليكس إنه يساعده إنه يجيب فلوس، فبعت له روزفلد القوانين اللي هيمشي عليها علشان يبقى معاهم، وقال له إنه لو اتقبض عليه محدش هيعبره وهتكون مسؤوليته لوحده. فبيوافق أليكس وبيترقى الجندي، وبيشتغل أليكس مع روزفلد عن طريق إنه بيبعت لأليكس حاجات يبيعها زي لابتوبات وساعات. وبدأ أليكس يسرق بطاقات بنك وبيبيعها في الدارك ويب، وقدر يجمع $30,000 في 4 أسابيع. بعد كده راح مدينة تورنتو علشان يدخل الجامعة، وقال لأهله إنه هيبعت لهم فلوس كل شهر، وقعد في شقة كبيرة بس اكتشف إنه اتأخر على الجامعة ومش هيدخل غير في شهر يناير، فقرر يستغل الفترة دي ويشتغل، وقعد يبيع في الحاجات بتاعة روزفلد وبقى يسرق بطاقات بنك أكتر ويبيعها للناس. وقرر يعمل هوية مزيفة على الدارك ويب عن طريق بطاقات الأمن المسروقة، وكان عايز يبيع الساعات بس محدش بيكون عايز يشتريها منه لأنهم بيكونوا عارفين إن الساعات دي مسروقة. في الوقت ده بيكون في حد بيراقبه وماشي وراه اسمه ساي، وبيلاحظ إن أليكس ما قدرش يبيع الساعات، فبيوقفه ساي وبيقول له إنه ممكن يبيع له الساعات المسروقة في المقابل هياخد 30% من الفلوس. فبيوافق أليكس على العرض بتاعه. في الوقت ده بياخد منه الساعات وبيدخل المحل وبيبيعها $35,000 وبيديله نصيبه من الفلوس وبياخد الباقي، وبيتفقوا انهم هيشتغلوا سوا. أليكس هيجيب البضاعة من الدارك ويب وساي هيبيعها لأنه بيكون عنده خبرة في مجال التسويق وبيبيع الحاجات بسهولة. وفي شهرين ثروة أليكس وصلت $60,000 وبعت شوية فلوس لأهله. في الوقت ده قرر انه مش هيدخل الجامعة لأنه بقى عنده هدف تاني، وبيتواصل مع زد لأنه عارف انه لسه بيسرق البنوك، وبيطلب من ساي انه يساعده انه يوصل لعملاء كتير في البنك علشان يسرق بطاقاتهم البنكية. وأليكس بيكون متأكد انهم فاسدين ويستحقوا السرقة دي، وساي بيتواصل مع حد من اصحابه وبيطلب منهم انهم يصوروا البطايق البنكية
أي عملاء كبار يجوا لهم. وفعلا بيصور أصحاب ساي بطاقات كتيرة جدا. وفي يوم اتصلت بيه واحدة اسمها روبن، ودي بيكون صاحبة ساي، وطلبت منه يتقابلوا في كازينو، وبتديله بطاقة بتاعت عميل متحرش في كولومبيا لأنها بتكون عايزة تنتقم منه. وبياخد أليكس البطاقة وبيعرف إنها غير منتهية، يعني فيها فلوس ضخمة، لكن أليكس بيكون خايف إنه ياخد فلوس من الحساب ده لأنه ممكن يكون خطر عليه. بس ساي بيقنعوا إنهم يعملوا لنفسهم هوية مزيفة ويروحوا البنك وهم متنكرين ويسحبوا منها فلوس بسيطة، وبعدها مش هيستخدموها تاني. وبيروحوا بعد كده البنك فعلا، وعلشان يطمنوا إن صاحب البطاقة ما بلغش إنها اتسرقت، أليكس بيشتري أغنية، ولو قدر يشتريها ده معناه إن صاحبها لسه ما بلغش. وفعلا بينجح أليكس إنه يشتريها، وبعدها بيدخل البنك وبيقدر يسحب الفلوس من غير ما يتكشف، وبعدها بيروحوا يحتفلوا في الكازينو. تاني يوم بيقرأ أليكس مقالة ليها علاقة بالبنك اللي أمه كانت شغالة فيه، وبيعرف إن نظامه الأمني بقى مش قوي. ساعتها قرر إنه ينتقم منه، وبيكون هدفه المرة دي هو الانتقام. طلب أليكس من ساي إنه يساعده في الخطة، وبيتنكر أليكس في شكل راجل بريطاني وبيروح للبنك وبيقابل موظفة وبيطلب منها يعمل حساب عندهم لأنه عايز يعمل قرض. في الوقت ده بيحط فلاشة في كمبيوتر الموظفة من غير ما تحس، بعدها الكمبيوتر بيهنج وهي شغالة عليه. بعد كده بيستأذن وبيمشي، وفجأة الأمن بيوقفه وبيطلب له مكتب الأمن لأنهم شافوه وهو بيحط الفلاشة في الكمبيوتر. وساي بيشوفه من العربية وبيروح معاه، وبيقابلوا مدير الأمن في البنك اللي بيطلب من ساي إنه يطلع بره علشان يبقوا لوحدهم. بعد كده بيسألوا مدير الأمن هو إزاي عمل الأكواد دي على الفلاشة، وقبل ما يتكلم أليكس قال له مدير الأمن إنه لو كذب هيبلغ عنه الشرطة. وبتيجي فكرة لأليكس إنه يحور عليه ويقول له إنه عمل كده علشان يثبت إن نظام الأمن عندهم ضعيف ومحتاج تطوير، وبيعرض عليه إنه يطور لهم نظام الأمن من غير فلوس خالص، بس في المقابل ما يبلغش عنه. بيقتنع مدير الأمن بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم أليكس بيجيله رسائل كتير من الدارك ويب بتتكلم عن اللي عمله في البنك، وزيد كان معجب باللي عمله. وساي في الوقت ده قرر إنه يظبط ميعاد غرامي لأليكس مع بنت اسمها كيرا لقاها على الدارك ويب، ولما بينزل لها أليكس بيلاقيها لطيفة جدا وبيتكلموا سوا عن زيد، فبتقوله إنه لازم يعمل حاجة كبيرة علشان يقابله. وقال ساي لأليكس يدخلوا كيرا معاهم في التيم لأنها شاطرة وهتفيدهم، فبيقترح أليكس عليها إنها تشتغل معاهم، وبتوافق كيرا من غير تفكير، وبيشتغلوا سوا وبيشتروا كمان طبعة البطاقات بتاعة البنك علشان تسهل عليهم عملية السرقة. وكيرا بتقول لهم على المتصفحات الآمنة بحيث الشرطة ما تعرفش توصل لهم، وبيكسبوا فلوس كتير جدا بسبب وجود كيرا معاهم. لكن ساي بيبدأ يشك في طريقة كيرا لأنها عندها مشتريين كتير ومش محتاجة أليكس أو ساي في حاجة، وبيكون شاكك في عمها لأنه مجهول لسه لحد دلوقتي، بس بيساعدها في عمليات البيع وبيخليها تبيع بسهولة. وبتعرض كيرا على أليكس إنهم يروحوا هونج كونج لأن الشغل هناك أحسن، بس بيقول لها أليكس إنه مش هيسيب ساي صاحب عمره ويسافر. وتاني يوم بيروح أليكس علشان يقابل روزفيلد وبيشكره إنه هو اللي ساعده إنه يشترك في الدارك ويب، وبيديله مكافأة $5000. وبيسأله بعد كده عن كيرا وبيقوله إنها واخدة مرحلة الملازم في الدارك ويب، بس روزفيلد قاله إنه ما يعرفش عنها حاجة، فبيسأله أليكس عن طريقة يوصل بيها لزد، بس حذره روزفيلد من الكلام في الموضوع ده وبيمشي بعد كده. وفي نفس اليوم بيروحوا يتمموا عملية شراء، وساي بيكون معترض على الكمية اللي هتتباع، وكيرا بتكون هي صاحبة الفكرة، وبيقعدوا يتخانقوا طول اليوم. وبيروح بعد كده يتكلم مع المشتريين وبيتخانق مع كيرا قدامهم، وفجأة بيطلع المشتريين مسدساتهم وضربوا طلقات في الهواء، وقالوا لهم لو شافوهم تاني هيزعلوهم، والصفقة بتبوظ. وبيروحوا البيت وبيعرفوا ان المشتريين دول عصابة ولازم يتحركوا بسرعة من المدينة قبل ما يأذوهم، فبتقول لهم كيرا يسافروا هونج كونج، وفعلا بيعملوا كده وبيروحوا هناك وبيشتروا شقة وبيعيشوا فيها هما التلاتة. وفي مرة كانوا في محل ساعات ونسيوا انهم يكشفوا عن بطاقة بنك انها متبلغ عنها ولا لا، وعرف صاحب المحل ان البطاقة مسروقة وحاول يمسكهم لكنهم هربوا قبل ما الشركة تيجي. بعدها بيروح يسهروا في كازينو، وساي بيكون سكران جدا وبيضرب واحد، وبيدخل أليكس يدافع عن صاحبه بس بيتضرب معاه. وفجأة الشرطة بتوصل وبيقبضوا عليهم هما الاتنين وبيدخلوا زنزانة، بس ابن عم كيرا بيتوسط لهم وبيخرجهم، وابن عمها ده بيكون شخصية مش معروفة بالنسبة لهم. وتاني يوم ساي بيبيع حاجات بفلوس كتير جدا عن طريق البطاقة اللي كان سارقها من روبن صاحبته، وتعصب عليه أليكس لما عرف وقال له انه حذره من استخدامها لان صاحبها لو
بلغ عن البطاقة هيدخلوا كلهم السجن. وبيطلب من ساي انه ياخد فلوسه ويخلع على لندن لانه بيعمل لهم مشاكل. فبيلم ساي حاجته وبيسيب شوية بطاقات بنك لأليكس وبيمشي. بس بيزعل أليكس جدا من اللي عمله، وبيقرر هو وكيرا انهم يشغلوا ناس لحسابهم علشان يسرقوا مكان الفلوس اللي في الصين كلها، وده باستخدام بطاقات بنك مسروقة. وبعد ما بيستخدموها بيسيبوا عليها ورقة مكتوب عليها دارك ويب علشان وسائل الإعلام تعرف ان الدارك ويب هو صاحب الفكرة. وتاني يوم الأخبار نشرت ان في 2.5 مليون دولار اتسرقوا من هونج كونج، ولقوا كارت دارك ويب عليه، وده اعتراف منهم انهم هم اللي عملوا كده، وان زد هو المسؤول عن ده كله. وبيقرر أليكس وكيرا انهم يهربوا بكره لان الشرطه ممكن توصل لهم، وبتقترح كيرا على أليكس انهم يتوبوا وكفايه الفلوس اللي عملوها. بس أليكس بيعترض على كلامها وبيقول لها انه ناجح في شغله ولسه هينجح اكتر، وناوي كمان ينتقم من كل البنوك لانها السبب الرئيسي في فقر عيلته. بعد كده بيكلم زد أليكس وبيبارك له ان العمليه نجحت وبيرقيه، وبيقول له أليكس انه عايز يقابله. قال له زد ان في حد هيكلمه ويعرفه وقت المقابله ومكانها. في الوقت ده حد كلم أليكس وظبط معاه الميعاد. بعد كده بيروح أليكس وكيرا المكان مهجور علشان يشوفوا زد، وبيكون في تفتيش شديد وحراسة. وبيتفاجئ أليكس لما بيشوف زد لأنه بيكون قاعد وعنده حروق كتير وبيستخدم جهاز تنفس. فبيسألهم زد اللي اتنقلوا لهونج كونج، فقال لهم أليكس إنهم كانوا هيتقبض عليهم، فقرروا يهربوا للمكان اللي زد فيه لأنهم محتاجين مساعدته علشان يجيبوا بضاعة، علشان يجيبوا فلوس أكتر. وعرفوا زد إن شغله لو عجبه هيعمل له كل اللي هو عايزه، بس لو ده ما حصلش هيقتله فورا. وقال له كمان ان اي حد شغال معاه بقى بتاعه خلاص، وبيكون عارف عنه كل حاجة، وبيكون مراقبهم عن طريق رجالته اللي في كل حتة في العالم، وممكن يوصلوا لأي حد في أي مكان. وبعد ما بيخلصوا قعدتهم مع زيد بيروحوا يركبوا العربية، وبيشوف أليكس إن ساي كلمه كتير جدا، وبيسمع منه رسالة صوتية بيقول فيها إنه ندمان على اللي عمله ومش هيعمل أي حاجة إلا بأوامر أليكس. وبيعرفوا إنه موجود في شقتهم اللي في هونج كونج. في الوقت ده الباب بيخبط وبيلاقي ساي 2 مسلحين وبيقتلوه جوه البيت. ولما بيوصل أليكس وكيرا للبيت بيلاقوا ساي مذبوح، وبيحاول أليكس يكلم الشرطة بس كيرا بتمنعه على قد ما تقدر لأن الراجل الكولومبي اللي سرقوه بيراقبهم، وكمان هو اللي قتل ساي. وبيقرروا يكملوا خطتهم مع زد لانهم لو ما نفذوهاش هيقتلهم. وبتكون العمليه ان زد متفق مع شخص انه هيتنكر في هيئه الرئيس الفيدرالي البديل، وبيكون في واحد هيضرب نار على المزيف والشرطه والاعلام حواليه. ومجرد ما يتصاب بالرصاص هينزل زد وكيرا وبقيه الفريق اخبار عن موت الرئيس الفيدرالي. وفي الوقت ده اسهم الشركات والبنوك هتكون انهارت في العالم، وزد في اللحظه دي قدر يسرق مليارات من البنوك واصحاب الشركات. وبعد ما زد بيخلص مهمته الشرطه بتكتشف ان الرئيس الفيدرالي عايش وزي الفل، واللي اتقتل قدامهم ده واحد تاني. وبيهرب بعد كده أليكس وكيرا وبيركبوا العربيه، بس بيهجم عليهم 2 لابسين قناع وبيضربوا أليكس على دماغه، والضربه دي بتخليه يفقد الوعي. وبعد كده بياخدوا أليكس المكان مهجور وبيكونوا مغطين وشه وبيحقنوه بحقنه مخدره، ولما بيفوق بيلاقي نفسه لوحده ومش عارف يوصل لزد او كيرا. بعد كده بيقرر يسافر تايلاند لانه اتفق مع كيرا انهم بعد ما هيخلصوا العمليه هيسافروا على هناك. وبيحاول يدور على كيرا في كل حته بس للاسف مش بيلاقيها. وبيدور بعد كده على مكان فيه انترنت، وبيدفع بالبطاقه بتاعته اللي بتظهر للموظف انها مسروقه، فبتتصل صاحبه المكان بالشرطه وبتبلغهم. في الوقت ده أليكس بيشوف في الاخبار انهم قبضوا على زد، وكيرا اتقتلت على ايد الشرطه. وبتوصل الشرطه للمكان وبتطلب من أليكس جواز السفر، بس بيكون مستخدم اسم مزيف ومش عارف يثبت لهم هويته الحقيقية. ساعتها الشرطة قالت له يجي معاهم من غير شوشرة، وبيروح معاهم أليكس السجن ومحدش بيكون عارف مكانه بسبب هويته المزيفة. وبعد 2 سنين بيخرج أليكس من السجن، وأول ما بيطلع بيلاقي كيرا مستنياه في العربية، وبيستغرب جدا إنها لسه عايشة. وبتحكي له كيرا إنها شغالة مع الشرطة الفيدرالية وإنها كانت سجينة، بس قالوا لها لو اشتغلتي لصالح المخابرات الأمريكية للقبض على زد هتطلعي براءة. والراجل اللي ساعتها هو كيرتس مدير أمن البنك اللي أليكس حاول يعطل نظام البنك بتاعه لأنه طلع تبع المخابرات كمان، وطلع هو اللي عامل عمها طول المدة دي لأنه انبهر بأليكس وبالأكواد اللي عملها.
ساعتها عرف ان أليكس شغال تبع الدارك ويب، وعرف ساعتها ان ده الشخص اللي هيوقع زد. قالت له انهم كانوا مخططين لكل حاجة، وكيرتس طلب منها تقرب لأليكس وتحبه ولازم تقنعه انه يسافر لهونج كونج. وقالت له كمان انها ما عرفتش تزوره في السجن علشان خافت الشرطة الفيدرالية تأذيها، لانها كانت المفروض تكون مختفية تماما. فقررت تستنى كيرا لحد ما يخرج من السجن علشان تقوله الحقيقة. بعد كده اديته جواز سفره الحقيقي علشان يقدر يرجع لأهله من تاني. بعد كده ركبوا العربية ومشوا سوا. وبكده بيكون خلص فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة، ويستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.